تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. قرفان، الكلمة دي اختصار الحالة اللي أنا فيها من بعد ماتش مصر المقصة لغاية دلوقتي. يعني الحكاية تبدأ بأن رئيس النادي رافض يغير الجهاز الفني لغاية ما الجمهور يعتذر له. اعتذر لمين يا ابن اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رئيس النادي نسي إن هو وإدارته ولاعبته وكل المنظومة اتعملت عشان الجمهور يستمتع، مش عشان سيادتك تحكم وتتحكم. وبعدين وانا مستني ان المدير الفني للزمالك يتقدم باستقالة اعتراض منه على ان وجوده ووجود الجهاز نوع من العقوبة للجمهور، يحصل اجتماع مع الجهاز من غير مديره، وبعدين اجتماع مع الجهاز والمدير واللعيبة. قال يعني الاجتماع ده هو اللي هيجيب الناهية؟ يا اخي ناهية. وفي الاخر تختم بجريشة. الزمالك في افضل اداء ليه من اول الموسم يخسر في لقاء بدون عنوان غير قرفان. هتكلم في حاجتين مش منهم محمد حلمي خالص. هتكلم في لعيبة انا مش عارف سوء توفيق ولا رعونة واستهتار بتضيع انفرادات كانت من الطبيعي تكون اجوال. لما مصطفى فتحي هيرقص كل دول وما يجيبش اجوال، هنجيب اجوال امتى؟ طيب حلمي يعمل ايه في دي؟ هينزل يحط الكرة بدل مصطفى، ولا هيركب الكرة صح بدل باسم وينشم بدماغه في الحتة الفاضية، ولا هينزل يوشوش لأيمن حفني يبصي في التوقيت الصح بدل الترقيص اللي على الفاضية والمليانة؟ الصراحة اللعيبة المرة دي تتحمل ما فوق 70% من خسارة. نيجي بقى على ابو الكباتن وحكم مصر وافريقيا الاول جهاد جريشة. والله كل كلمة قالها عليك رئيس النادي عنده حق وانا متضامن معاه. انت اعمى، انت ما شفتش والمساعد ما شافش والحكم الرابع ما شافش والمراقب ما شافش، امال مين اللي شاف؟ امي ايه؟ لا. واخو جهاد جريشة في مكالمة مع الغندور بيقول لك هو خطأ في التمركز. هو ميتين الاخطاء اللي في التمركز دي ما بتحصلش غير مع الزمالك يا راجل. ده ابراهيم نور الدين مع الاهلي حسب ضربة جزاء بالاحساس ما شافهاش. لما يجي واحد يقول لك اخطاء التحكيم واردة، قول له واردة دي تبقى امك. لا، الاخطاء اللي واردة بتبقى على الكل ومش على طول في اتجاه واحد. لو حد قال لك ان الزمالك استفاد من التحكيم اقلع جزمتك وعلى وشه على طول، واسأله بعدها اي ماتش اللي تتكلم عليه، هيرد عليك وهو مغمض ويقول لك طنطا كان ليها ضربتين جزاء. تروح قالع الفردة التانية وتضربه تاني وتقول له يا راجل يا عرض. ماتش طنطا ماتش غير مؤثر ومش هيغير مسار البطولة، ولا كنا هنخسره حتى لو ضربتين الجزاء اتحسبوا. وبعديها معلش تعالى على نفسك كده وكله كفين على قفاه واسأله امتى الزمالك فاز بخطأ تحكيمي في نهائي بطولة مثلا، او في ماتش يصعدنا نلعب على نهائي الدوري، او طلع حكم اعترف انه جاي من الزمالك في اي وقت واي عصر، او خرج من عندي اي لاعب اعترف ان الحكام كانت بتتلكك عشان تحسب للزمالك ضربات جزاء. والمصحف نفسي اشتم شتايم يعاقب عليها القانون بس مستعجل. في النهاية لو اي حمار جه قال لك يعني هو انتوا بتلعبوا عدل قوي، ما تزعلوش من الحكام. اهو ده بقى تتف في وش امه وتقول له انت مال اهلك. الحكام تحكم بما يرضي الله، وانا كسبت او خسرت مش هزعل. فاكرين لما اتكلمت معاكم عن اسباب التعصب في الحلقة السادسة من بداية البرنامج ده؟ نيجي بقى للكابتن عصام عبد الفتاح. مداخلة مع كريم حسن شحاتة في البداية اتكلم بهدوء وان جهاد جريشة غلط وانه استلم لجنة الحكام والحكام واقعين وانه جايب يضنا يا دكتور نفسي للحكام. طب هو اعترافك يا ابو الكباتن بخطأ جريشة انا الزمالك هستفيد منه ايه؟ وبعدين لما جت سيرة مرتضى بدأ يصرخ انا ما بخافش من الصوت العالي. يا راجل والله العظيم يعني صوتك اللي بيترعش في المكالمة ده
وكلامك ان مرتضى هو اللي طلب بوجودك رئيس لجنه للحكام عشان انت راجل محترم ما يقولش انك خايف. الله العظيم ضحكتني. اخر الكلام ومن غير زعل، مفيش امل. وعلى راي رئيس النادي احنا نلعب في البطوله العربيه ونلعب في افريقيا ونسيب لهم الدوري. اقول لكم انا بقى بلا بطوله عربيه بلا افريقيا، احنا نلغي الزمالك خالص عشان الناس تستريح. حاجه تقرف والله العظيم، عندي حق لما اقول قرفان. اخر الحلقه السيد رئيس النادي طلع قال لو الماتش ما اتذاعش مش هيلعب الماتش الجاي، وانا اهو وانت اهو. روح حنفي ترفرف على النادي من جديد. ضيعه ضيعه، انسوا، هنلعب عادي في ميعادنا. نهاية الحلقة والمصحف قرفان. اللي عايز يعمل لايك يعمل، واللي عايز يعمل شير يعمل، واللي مش عايز يجي يقف جنبي هنا في صف القرفانين. هقابلكم الحلقة الجاية.